لو سمحت، لاللي منطقة سياحية؟ طيب خلينا متفقين ان لاللي في الاصل هي منطقة تجارية، ولكن الشركات السياحية استغلتها وحطتها في الباكيجات لان هي قريبة من تقسيم اللي هي بنعتبرها المنطقة السياحية الاكبر او اللي هي الاشهر، واسعار الفنادق بتاعتها قليلة، فهي في الاصل منطقة تجارية. طيب بالنسبة للمناطق السياحية، الاشهر في الفنادق او في توزيع الفنادق لما بتيجي تدور على فندق على الانترنت او تشوف الباكيجات بتاعت الشركات السياحية، عندك في الجزء الاوروبي مش الاسيوي، الجزء الاوروبي 3 مناطق الاشهر اللي هي تقسيم والمحيط بتاعها، عندك اللي هي منطقه اكسراي او اللي هي لاللي زي ما احنا بنقول، وعندك منطقه السلطان احمد. لما تختار حاجه في تقسيم لازم تفكر كويس جدا في موضوع الطلعات والنزلات، لازم تفكر كويس جدا ان انت بعيد عن البارات او الديسكوهات او الدوشه ولا لا. لما تروح ناحيه لاللي لازم تفكر كويس جدا ان انت بعيد عن المخازن التجاريه او المحلات التجاريه، او ان انت الفندق بتاعك مش جوه محل تجاري، في حاجات بتحصل كده. السلطان احمد لازم تحط في بالك كويس جدا لو انت هتعتمد في السياحه بتاعتك ان عربيه هتيجي تاخدك، ان الشوارع هناك ضيقه وان الشوارع مش اللي هي الكويسه قوي، فانت لو في شركه سياحه بتيجي تاخدك توقع منها ان هي تقول لك تعالى لي على اول الشارع، تعالى لي مش عارف كذا، ممكن ما تاخدكش من اول الفندق. لكن في كل الحالات المواصلات في اسطنبول بشكل عام وفي المناطق اللي قلت عليها كويسه، فانت حط في بالك كام نقطه بالشكل ده.